طيب لكن لو عمل خطأ شخصي عنده احتمالية انه الراجل يشوط الفاول شوت يجيب واحدة ويجلي واحدة. لو جاب الاثنين هيبقى عنده فرق 3 نقاط، يبقى معنى ذلك فرصة الاهلي كبيرة انه يقدر يعوض ال3 نقاط بواحدة 3 بونت. لو جاب واحدة هيبقى يقدر يلعب انسايد جيم بحيث انه يقدر يجيب 2 بونت فيتعادل فيلعب اكسترا تايم. ما قداموش حل ثالث غير الاثنين دول. هنشوف اشرف توفيق هيختار انهي حل من الحلول. هل هيعمل خطأ شخصي ويجازف ولا هيسيب الفريق؟ ده استحالة طبعا يسيب فريق الزمالك يقعد يمرر الكورة لغاية انتهاء ال 16 ثانية. هنشوف ايه اللي هيحصل دلوقتي. الزمالك الناحية الثانية من مصلحته انه يمرر الكرة بسرعة جدا قبل ما حد يمسكهم علشان الناس ما تبقاش عندها فرصة ان هي تعمل اخطاء شخصية، وفي نفس الوقت هيقدر او هيعمل محاولة على الباسكت للدخول عشان يبقى اللعب بوزيتيف بلاينج او لعب ايجابي تحت الباسكت، على عسى يقدر يجيب 1 مور فيقضي على امل اشرف توفيق في انه يسجل نقطتين ورمية حرة اضافية، لان طبعا هيبقى كده 4 بونت. هنشوف ايه اللي هيتم دلوقتي. هيثم أسامة هيلعب الاوتسايد، تامر مصطفى ماسكه، كل واحد مان تو مان بريس. هنا الحسيني سمير فاضي، ادي هنا خطأ شخصي زي ما قلت لحضراتكم ما فيهاش حل. حسيني سمير ما قداموش غير دلوقتي الرميتين الحرتين. طب الزمالك دلوقتي يعمل ايه؟ حد يسألني اقول له الزمالك دلوقتي لو جاب رميتين يفضل يلعب ديفنس مع الاهلي ويقدر يعمل عليه خطأ شخصي عشان ما يدولوش فرصة انه يعوض ال3 بونت. ادي ده جلة الاولى، يبقى دلوقتي اوريدي ساعد الاهلي في تحقيق نقطتين، يعني 14 ثانية 4 من 10 حتى لو جاب دي ودي كمان جلت ودي ريباوند. وهنا فاست بريك ولا ايه؟ ادي محمد محمود تامر مصطفى والدخول وبصه واوت سايد على الزمالك. 7 ثواني 4 من 10 لازم دخول على الباسكت. ادي ابراهيم الجمال ودي باصه في الارض اي كلام تيجي في رجل محمد محمود، وبالتالي كده الامل ضاع. 3 ثواني صعب جدا، ولكن لازم خطأ شخصي تاني دلوقتي. 60-59 ابراهيم الجمال اتس نوت هيز داي، مش يومه. تامر مصطفى كان الانجح والافضل في الشوط الثالث والرابع. غياب طارق الغنام مؤثر جدا في فريقه في نص الشوط الثاني والثالث والرابع. لعب شويه في الشوط الثالث ولكن دون جدوى. هيثم السعيد الحاضر الغائب اليوم ما سجلش ولا نقطه. لازم هنا خطأ شخصي اول ما يلمس الكرة على طول. ادي هنا لمسه مفيش، خلاص بيلمسوا امتى؟ 6 من 10 من الثانيه كده تقدر نقول مبروك للزمالك، لانه 6 من 10 استحاله فيها استحاله. حسيني سمير هيشوط الرميتين الحرتين سواء بقى سجل ما سجلش. فرقه الزمالك هتترص ورا طبعا وتاخد اللونج باس لو طلعت لونج باس لان ملاش حل تاني بدون اي اخطاء شخصيه. ادي الاولى المره دي بيسجل حسيني. اشرف توفيق واقف حزين، كان في ايديه عنده فرصه كبيره انه يكسب المباراه ولكن ما قدرش. وادي الثانيه اهو وشوطه طويله من محمد صلاح وبيفوز الزمالك وبيسجدوا الشكر لله، وكذلك بيحتفل لاعبي الزمالك بالمئويه لكره السله، لانه زي ما قلنا لحضراتكم احتفل نادي الزمالك بالمئويه لكره القدم فقط في وشفنا نجوم كره القدم فقط، ولكن طبعا في الالعاب الكثيره في نادي الزمالك قلعه رياضيه كبيره فيها الهاندبول وفيها الطايره وفيها الباسكت، كان لابد يحتفل كل منهم وبهذا الاحتفال المئوي. بنقول مبروك للزمالك، بنقول هارد لك للنادي الاهلي. كان معكم معلقكم الرياضي هشام ابو سريع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.